في الظل كده ومحدش واخد باله حصلت حكاية مخيفة من أغرب وأرعب الحكايات اللي اتقالت في بيروت، واللي لحد النهاردة الناس بتحكي عنها وبيتنقلوها كأنها أسطورة حقيقية. اسمه الأصلي سليم موسى العشي، اتولد في بيت لحم في فلسطين سنة 1909 من عيلة أرثوذكسية. لما كبر وانتقل بيروت سمى نفسه داهش، وبدأ ينتشر عقيدته اللي سماها الداهشية. سنة 1942 عقيدته بتتكلم عن وحدة الأديان، تناسخ الأرواح، وتعدد الحياة الشخص الواحد. لكن الغريب بقى إن أتباعه كانوا شايفينه مش بني آدم عادي، لأ، كانوا مؤمنين إن عنده 6 شخصيات مختلفة يقدر يظهر بيهم في أي وقت، وممكن يظهر في أماكن مختلفة. واتحكت عنه أساطير مرعبة للناس اللي عاشروه وعاشوا معاه. مرة اتقال إنه أنهت حياته برصاص في أذربيجان، وفي نفس اللحظة كان قاعد ياكل في بيروت حسب شهود شافوه هناك. مرة تانية واحد كان بيقص له شعره وهو في نفس الوقت كان موجود في ميعاد بره مع ناس تانية خالص. ده غير قدراته الخاصة إنه يحول أوراق عادية للليرات والدولارات قدام الناس. لكن أبشع حاجة اتقالت عنه إنه اتكلم مع الأموات. الليلة دي جابوا له جسد واحد مفارق الحياة، قعد قصادها وغمض عينيه، وفجأة صوته اتغير وبقى صوت المرحوم نفسه. الراجل المرحوم حكى ازاي فارق الحياة، وقال اسم اللي عمل كده والمكان اللي مستخبي فيه، والصدمة لما راحوا لقوه فعلا مستخبي هناك. الناس اللي عاشوا معاه قالوا انهم كانوا بيشوفوه في الصالون لابس بدلة زرقاء، وفي نفس الوقت واحد تاني شبهه طالع من أوضة النوم ببيجامة، والتالت في المطبخ بياكل خس، ورابع بيخبط على باب القصر. ازاي؟ محدش عارف، بس ماري حداد بنت صاحبة القصر أقسمت إنها شافت ده بعينها. الموضوع موقفش هنا، أتباعه حلفوا إن اللي بيحصل مش خيال. محامي نفسه فارس زعتر قال إن اللي بيعمله داهش وقائع حقيقية ملموسة مش خدع ولا وهم. وفي ناس تانية وصفت اللي بيحصل إنه لعب بعقول البشر وأوهام نفسية وهو بيقدر يعمل كده. الغريب بقى إن عقيدته ما كانتش بس خوارق، هو كان بيدعو لوحدة الأديان ونبذ الكراهية، وإن الروح بترجع تعيش آلاف المرات لحد ما تتطهر. يعني خلط بين الفلسفة والدين والخوارق، وده اللي خلى الناس إما تؤمن بيه كأنه نبي أو تهاجمه كأنه ساحر خطير. ولما الرئيس اللبناني بشار الخوري حب يوقفه أمر بالقبض عليه وسحب جنسيته ونفاه. لكن المفاجأة إن في ناس ربطوا بين سقوط الخوري من الحكم وبين رد فعل روحي من أتباع داهش، وإن هو اللي عمل فيه كده. داهش في الآخر ساب لبنان وراح أمريكا وأسس هناك متحف ومكتبة باسمه، وكأنه عايز يثبت إن فكرته هتفضل حتى بعد موته. وبرغم إنه مات سنة 1984 أسطورته لسه عايشة، ولسه في ناس بيحكوا عنه كأنه لغز حي. هل فعلا كان قادر يتجسد في 6 أرواح في وقت واحد، ولا كل اللي حصل كان خدعة سحرية معمولة بإتقان؟